وعلمتهم بنت الكسار راه عندها العقل وقادرة تضربهم بديك الضربة اللي قوى من الضربة اللي ضربوني بها، وما عمرهم ينساوها في حياتهم كاملة. واحد المدة قليلة جا عندي قال لي: السلام عليكم متتبعيني الغزال، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم اطم الصحه وما يخصكم حتى خير، وكنقول لكم عواشركم مبروك، الله يدخل علينا سيدنا رمضان بالصحه والعافيه. وغنبداو باخير كلام، هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقبل ما ندخلوا القصه ديالتنا، فضلا وليس امرا الا ما خليو لي واحد التعليق واللايك والاشتراك في القناه باش تكونوا من اوائل توصلوا بالجديد، وتكبر القناه ان شاء الله بكم ونزيدوا لقدام. وغنقولوا بسم الله على بركه الله وغنبداو مع مولات القصه. انا سميتي هاجر، في عمري 30 عام، وكنت من واحد الاسره اللي هي فقيره جدا. الاب ديالي كسر في الحمام. من نهار تزوج امي هذيك هي خدمته، ملي تزادت عليه المسؤوليه وتزادوا الولاد خلاص. كتشوف امي مسكينه حتى عيات، قالت ليه: شوف لي شي خدمه بغيت نخدمو ونعاونك على هاد الزمان. فعلا الاب ديالي مشى طلب مول الحمام، قال له: واش كتقلب على شي كساله ولا على شي طيابه؟ قال له مول الحمام: مرحبا، قول لها تجي من غدا. الام ديالي هنا فرحات بزاف بديك الخديمه ومشات تخدم. هنايا مسكينه صبرات وكافحات، حيت ماشي سهله تكون طيابه ولا كساله وتبقى تحيد الوسخ للناس. حنا كارين واحد الدويره صغيره بين الجيران، بيتو كوزينه صغارين. كانوا الناس اللي كيجيو للحمام وكيعرفوا الظروف ديال الوالده ديالي كيجمعوا ليها الحوايج ديال الدراري الصغار ديال وليداتهم اللي كيكونوا صغارين عليهم، وكيجيبوهم للام ديالي. وحتى من الكتوبه كنا كنقراو غير في الكتوبه القدام. بقينا هكا حتى وصلت للسركيام. ما كنتش في الصراحه كنقرا مزيان. في اخر ديال العام كنجي واقفه نيشان مع النقطه ديال العام، على نص نقطه نقدر نسقط. انا بعدا كاع ما كنبغي نمشي للمدرسه وما عزيزاش عليا، لحقاش كنشوف البنات لابسين والبارفانات والبنات زوينات، وانا كنلبس الحوايج اللي كيعطيو لينا الناس اللي صغارين على وليداتهم، وكنحشم قدامهم. وزيدها بالبنات والولاد اللي عارفيني وعارفين حالتنا كيعيروني ببنت الكساله. كنت ديك الساعه ما كنرضاش نسمع ديك الهضره، حيت كنت صغيره وعقلي صغير. ما كنتش كنتقبل ديك الهضره نسمع ليها، ماشي بحال الانسان الا كبر وواعي الا سمع ديك الهضره يقول هادو غير كيهضروا بغاو يحطموني، خصني انا نزيد لقدام. كنت كنتبع واحد البنت في انستغرام، وواحد النهار حطيت واحد المنشور ودخلت عندها وحطيت لها واحد الكومونتير، وهو يدخل عندي واحد السيد بسبب داك الكومونتير. قال لي: راه شفتك عند فلانه، واش ممكن تعرفوا؟ قلت ليه: علم الله شحال من وحده صيفط ليها، حيت ماشي انا بوحدي اللي حطيت كومونتير تما. وهو يصيفط ليها ايموجي ديال الضحك وانا نخليته بحال هكاك. تقريبا شي شهر، نهار على خوه وتقول ديك السيد واش عيا. حتى لواحد النهار قررت نجاوبو. هذه البدايه ديال علاقتنا. السيد كيتامن واحد العائله اللي كبيره ولاباس عليهم ومعروفين، وبعيد عليا، انا في مدينه وهو في واحد المدينه اخرى، والمهم بيناتنا واحد المسافه اللي هي كبيره. والنهار اللي عرفت المستوى ديالو ما نويتش نهائيا غيناوي معايا الحلال، وليت راد بالي بزاف للتصرفات معاه. كنهضر معاه في حدود باش ما نربيش عليه الكبده وما نولفوش. كنشوف واحد الفرق كبير بيننا وبينهم. هما الناس الاغنياء وحنا الناس فقراء ما بحالتناش. امي كساله في الحمام هي وبا، وهو ما مسوقش. قال لي: انا اصلا كنقلب على شي بنت الناس اللي هي درويشه والناس على قد الحال. اهم حاجه تكون مخلقه ومربيه. وعلاقتنا دامت مده عام في التليفون. حتى واحد النهار قال لي: بغيت نشوفك، نجي للمدينه فين ساكنه ونتلاقاو ونتعرفوا، الا تفاهمنا نجيب والديا. قلت ليه: ولكن راه غنقولها لبا ونقولها لامي، باش ملي غتجي عندنا للدار نجلسوا ونهضروا، وتعرف با كيفاش دار وتعرف امي كيفاش دايره وتعرف عليهم ويتعرفوا عليك، وتعرفنا فين ساكنين باش كلشي يكون واضح من الاول. الصراحه انا بغيت نحطو امام الامر الواقع، يشوف كلشي بعينيه بلا تصنع، واللي باغيك يبغيك كيف ما انتي. صافي قلتها لامي. قالت لي: باك الا ساق لك الخبر واش كتهضري معاه في التليفون غيوري ليك النجوم بالنهار. طلبتها، قلت لها: عافاك ماما، الا ما وصلها ليه انت بطريقتك يفهمها بالطريقه اللي زوينه ووافق داكشي اللي كاين. وافقوا الوالديه، جا عندنا جلسنا كاملين. ملي شفتو عجبني ومرتاحين. جلس معنا كيبان ليا مرتاح مع والديه ومرتاح معاهم في الهضره. صافي تفاهم على النهار اللي غيجيو لعندنا. صافي السيد وقف مشى بحالاتو. واحد شويه امي جات وقفات عليا، قالت لي: انت واش تسطيتي تزوجي بهذا؟ شوفي غير الطوموبيل اللي جا بيها، وشوفي حالته كي دايره. هاد السيد ما عمرك غادي ترتاحي معاه.
قالت لي الواحد كيلبس قدو باش يواتيه، وانا نجاوبها قلت لها هذا اللي غندير، والناس ماشي كلهم بحال بحال. دازوا الايام من بعد جا قال لي شوفي، بغيت نقول لك واحد الحاجه ولكن بلا ما تعمري بها راسك. قال لي بغيت غير نقولها لك. قلت لها ما هي؟ باللي الوالده ديالتي ملي قلتها ليها ما بغاتش، كانت موصيه شي صاحبتها كانت باغيه بنتها تزوجها ليا، وانا قلت لها الوالده انا ما بغيتش نتزوج ديك الانسانه، بغيت انا الانسانه نختارها على قناعتي ونختارها لراسي. وقلت لها هاد الانسانه اللي اخترت دابا هي اللي بغيت، الا ما بغيتيهاش والا ما بغيتيش تمشي تزوجيها ليا راه غندير شي حاجه في راسي. بديت كنقنع فيها حتى قنعات، وقالت لي شوفي فلان، راه الزواج اللي ماشي رضا الوالدين ماشي الزواج، وربي ما غايش يبارك لك فيه. قلت لي شوف ولد الناس، راه حتى انا والديا كيطردوا ما بغاونيش نتزوج لمدينه بعيده علينا، قالوا لي انت دابا بحال الا مشيتي للخارج غنبقاو نشوفوك على عام ولا على عامين. قلت له ولكن انا داكشي كامل ما كيهمنيش. قال لي حتى انا داكشي كامل ما كيهمنيش، يبغيو والديا ولا ما يبغيوش هذاك شغلهم، اهم حاجه عندي انا نكون مرتاح معاك وتكوني مرتاحه معايا. صافي جمعوا كل شيء، وملي بغاو يجيو يخطبوني قال لي شوفي ما تعاوديش قدام امي على الخدمه ديال والديك، غير حتى نديروا العقد ديك الساعه ما عندي مشكل، يعرفوا ولا ما يعرفوش ما عندي فيهم السوق. ولكن انا ديك الساعه التعميت كان عليا، الا بغيتي وهداك ما بغيتيش نعاود ليهم لا يعاوني ويعاونك. ولكن انا كنت اكبر مطلخه، جاو العائله ديالهم وصيت انا الام ديالي قلت لها ما تعاوديش فاش خدامين انت والاب ديالي. الام ديالي ما جاوبتني لا باه ولا بلا. السيده اللي كارين عندها هي اللي عطات لينا الصالون فين استقبلناهم. نهار الخطبه في دارها، الام ديال السيد على بالها ديك الدار راه ديالنا، بدات في اللول كتضحك وكتجمع، وهي تجي الام ديالي وقالت لها لا لا راه حنا غير على قد الحال، غير كارين عند هاد السيده بيتو كوزينه في السطح وكنترزقوا انا وراجلي في الحمام ومقاتلين على الزمان باش نوصلوا هاد الوليدات. عرفتو انا ديك الساعه جمت في بلاصتي كنشوف خطيبي وكيشوف فيا، اما مو بحال الا سرطت لسانها، ما دوات ما تكلمات، وحتى ملي حطوا العشاء ما داقتو ما هبطاتو لحلقها. كان كلشي واضح، ديك السيده ما بغاتش تكمل داك العشاء. ايوا قالت ليهم غادي نمشيو دابا حتى نعاودو نرجعو، ما هضروا في الصداق ما هضروا في العقد ما هضروا في حتى حاجه. صافي شدوا الطريق ديك الليله ما بغاوش يباتوا حتى الصباح. انا غير خرجوا تخاصمت مع امي، قلت لها علاش بغيتي توقفي ليا في طريقي؟ قالت لي انا بنتي فكرت فيك وبغيت لك غير الخير. قالت لي الزواج اللي كيبدا بالكذوب راه ما هو زواج. الغد صونا عليا قال لي غير وجدي الوراق راه غادي نجيو نديروا العقد. قلت ليه ماما كاش كتقول؟ قال لي ما قالت والو. قلت ليه غريب، قلت ليه الملامح ديالها والتصرفات ديالها ماشي ديال شي وحده اللي غتوافق بسهوله. قال لي لا لا غير كانت غير عيانه بالطريق وصافي. تيقتو وبديت كنجمع في الوراق، والنهار اللي جا نعقدو فيه جاب بوحدو. قلت ليه فين هما والديك؟ قال لي داك النهار فاش جاو جاتهم الطريق صعيبه ما قدروش يعاودوا يرجعوا. قال لي راه كيسلموا عليك وصيفطت لك هاد الثوب. قلت ليه شوف انا راه ما تيقتش هاد الفيلم ديالك بصراحه. قال لي انا ندوزها لك وهضري معاها. دوز لي الام ديالو هضرت معاها بصراحه عادي، ولكن واخا جاتني هضرتها ثقيله شويه، ما قالت لي شي حاجه زعما هكا طرفات تقول لي ما ديرش العقد معاه ولا شي حاجه نهائيا. مع الوقت غتقتنع بيا وتبغيني. والمهم درنا العقد واتفق مع والديا على النهار ديال العرس. بدينا كنوجدو وكنقادو ربي يسر ليا في كل شيء. مع امي كانت ظريفه مع العيالات اللي كيجيو عندها الحمام، وهي تقول واحد النقافه بغيتك تخدمي ليا لبنتي واحد اللبسه نفرحها. وبصراحه ديك النقافه دارت ليا كل شيء، جابت ليا القاعه المتنقله ودارت ليا كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم، وهضرت مع مول القاعه وهضرت مع الناس كتعرفهم، وهذا الشيء كامل دارتو ليا فابور، حيت عارفيني على قد الحال وعائلتي عائله فقيره، وحتى عائله ديال بابا وماما ساهموا ليهم بواحد النصيب باش زعما يكبروا بيا قدام العائله. وصل النهار ديال الحنه كان كلشي مزيان، هو والعائله ديالو ما غايش يجيو حتى نهار العرس. وجا النهار ديال الحنه وبقى كيصوني عليا كيقول لي صيفطي ليا التصاور ديال الحنه انا فرحان ديتك انا فرحان بيك. وش الله هضره امو حتى هي هضرات معايا. الغد ديال الحنه فاش غيجيو هما، وداك الغد فاش غيجي هو وعائلته، النهار اللي غيكون منحوس اللي ما عمرني غنساه. مشيت عند النقافه فرحانه براسي، وعائلتي دايرين بيا والجيران والحباب والصحاب.
وصلت العشيه كنصوني عليه كنلقى التليفون طافي، كنقول واقيلا جايين في الطريق وما عندهمش الريزو. دازت ساعه كنصوني عاوتاني والو، وقلبي انا قريب يخرج من بلاصتو. وصلت ل 12 ديال الليل ما كاين لا حس لا خبار. الناس بداو كيتشفاو فيا وكيتغامزوا، والطباخات تعطلوا العشاء قالوا عاله وعسى يبانوا. وصلت ل 12 ديال الليل ما بانوش، وصلت لوحدة ديال الليل ما بانوش، وصلت لجوج ديال الليل حطوا العشاء للناس كيتعشاو. وصلني واحد الميساج عنده فيه: سمحي لي بزاف على هذا الشيء اللي طرا، ما قدرتش نجي حيت وقع مشكل كبير اللي غنعاودوا لك من بعد. دوز لابيل بالزربه باش نعرف منه اشنو واقع واشنو طاري. لقيت التليفون طافي وكل شيء مشى بحالو، وانا ما قدرتش نبكي من الصدمه. باقي حالة غير فمي وكنشوف بعيني ومصدومة في الناس، ها اللي غادي ها اللي جاي. وكنحس براسي انا كاينه في شي عالم اخر، بحال الا انا ما كايناش في هذا العالم. السيمانه وانا ما قادرش ندوق النعمه، كنت كنشرب غير الماء. وبا وامي مساكن كانوا خايفين عليا بزاف لا توقع ليا شي حاجه. وداز 3 شهور على هاد الواقعه اللي وقعت ليا. مشيت طلقت راسو منه. هو كان مبلوكيني من انستغرام، من الواتساب، من كل شيء. وحالتي علم بها غير الله. مرت بزاف وجاني الاكتئاب واش لا ما داز عليا. داز العام تقريبا وانا في ديك الحاله، حتى قررت نعاود عاوتاني نوقف على رجليا. ما تكونش هذه هي النهايه، قررت ندير باك حر. الحمد لله ربي وقف معايا. قد ما انا كنفكر وكنتالم كنزيد نتشجع في دراستي. تصوروا معايا كنعس 2 سوايع والباقي كله كان حفاظه. حتى بارك الله خديت الباك ديالي بالنقطه زوينه. من بعد تسجلت في الكليه ديال الحقوق وعطيت كل ما عندي من الجهد والطاقه. ما كذبوش الناس اللي قالوا الضربه اللي ما تقتلك تقويك. تخرجت والحمد لله محاميه بنت الكسال وبنت الطيابه، ولات عندي السميه والمكانه عند الناس. الواحد ما كيوصل للنجاح تيدوز على المحطه ديال الفشل عاد يوصل للنجاح. اول حاجه درتها من بعد ما تخرجت، جلست والديا من الخدمه ومشيت دفعت في واحد الدار استقرينا فيها. وكنت فرحانه بزاف بداكشي اللي وصلت ليه، وبقينا عايشين فرحانين ومرتاحين. حتى النهار اللي دخلت للانستغرام ديالي وكان نلقى الميساج من الطليق ديالي، انسان اللي خلى ليا ذكريات خايبين على الحب بزاف. حتى انا ما ترددتش درت ليه بلوك في البلاصه. من بعد السيد ما دخل الانستغرام ديالي وشاف الوضعيه ديالتي تحسنات، حيت من بعد ما تخرجت حطيت التصويره ديالتي ديال التخرج في انستغرام. كنت مره ملي كنخرج انا ووالديا وخوتي كنت كنتصوروا في الريستورات وكنت كنتصوروا في بلايص اللي هما راقيين وكنبارطاجيهم في انستغرام، حيت انا واحد الانسانه اللي عزيز عليها تصور وتبارطاجي في انستغرام. غير بلوكيتو مشى حل كونت اخر وصيفط ليا. داك النهار بالضبط بلوكيتو من 4 الكونطات، حيت كل ما كان بلوكيه كيعاود يحل واحد اخر. وانا طيح لي واحد الفكره في راسي، قلت علاش ما نعرف منه علاش ما جاش داك النهار ديال العرس. حيت دارني راسي بزاف من ديك النقطه. حتى نتوما تقدروا توافقوني نفس الراي. هضرت معاه السلام لاباس بخير. قلت ليه شنو اللي خلاك تصيفط ليا وشنو اللي خلاك داك النهار ما تجيش. قال لي شوفي راه انا داك النهار راه وقع لي مشكل كبير. قالت لي الوالده ديالتي شوف راه الا خرجتي من هذا الباب راه غنطلع للسطح ونوح راسي. حيت ماشي هي واحد الانسان اللي تقول له هضره وما ديرهاش. انا متيقن غديرها الا مشيت حتى خرجت من الباب، غادي تمشي تنوح راسها من السطح. وخفت على راسي وخفت على امي، نتعذب من بعد ندير شي خطوه وندم عليها. قلت لها ها انت بوحدك اللي عندك امك وانت بوحدك اللي عندك باك، انا ما عنديش امي، انا ما عنديش با، ولا ما عنديش والديا اللي غيبقى فيهم الحال اللي غيبكيو عليا. قلت لي واش جاتكم سهله تضحكوا على بنات الناس وتخليوهم في النص ديال الطريق. والمهم برت فيه قلبي داك النهار. قال لي واش تخرجتي؟ قلت ليه تخرجت محاميه قولها وعمر بها فمك. عرفتو ديك الساعه فاش كان هو كيهضر معايا انا كيهضر وانا كنخطط في راسي. قلت علاش ما نديرش شي حاجه اللي نبرد بها ديك العافيه اللي شعله ليا في قلبي. اللي زاد هو فيقها حيت انا كنت ناسياها وهو دابا اللي يفيقني. بديت كنفكر قلت والله حتى ندير معاه شي حاجه اللي تبرد ليا جوفي. وداكشي اللي وقع ليا معاه. من بعد السيد ما كيرغب فيا وكيطلبني نرجع معاه. قلت ليه واخا انا موافقه نرجع معاك. قلت ليه ماشي مشكل، خير الخطائين من التوابون. السيد فرح بزاف ما تيقش راسو، فرحان بزاف الدنيا ما بقاش هزاه. قلت انا كيفاش ندير ننتقم من امه. قلت غنمشي نصور ديك الدار اللي كنت شاريه ونصيفطها ليه على اساس كي جاتو ويعطي لي الراي ديالو على ديك الدار. نقول ليه شوف هاد الدار
اللي شريت كي جاتك وقول لي الرأي ديالك، حيت الرأي ديالك كيهمني بزاف، حيت انت دابا غتكمل معايا حياتي، واي حاجه غادي نديرها بالذوق ديالك. ليه الا ما عجبتكش نقدر نبدلها. بقيت على هذا الفيلم ديالي، انا كنت متاكده غادي يمشي يوري داك الفيديو لمو، وداكشي اللي وقع. جلست يومين وصونات عليا امه وقالت لي السلام السلام كي دايره بنتي لاباس عليك؟ قالت لي شوفي يا بنتي انا بغيت نطلب منك السماحه، وداكشي اللي وقع داك النهار حس بيه بحال الا ما وقع والو. انا كنت غير خايفه على ولدي، وتخيلوا معايا الوقاحه فين وصلت بهاد السيده. قالت لي هادوك الناس اللي في داك المستوى كيكونوا قباح. كنقول لها الله سيدي ربي هاد السيده كون قبلات بيا النهار الاول، كيفاش غادي ندير انا نمشي نسكن مع هاد السيده مع دوك الافكار اللي عايشين بها وتفكيرهم ناقص؟ لا صافا خالتي حتى انت ما تحسبي حتى حاجه، ديري بحال الموقع والو ونسي داكشي اللي فات مات. حنايا دابا غنبداو الصفحه جديده. صافي طمعت السيده وخليتها تنعس على جنب الراحه. ايوا اتفقوا على النهار اللي غيجيو فيه. مشيت هضرت مع والديا قلت لهم شوفوا، هاد الناس الا جاو ما تبينوا ليهم حتى حاجه. انا راه بغيت نرد لهم الدقه بكثر، يعني نردها لهم بالدوبل، ما تبينوا ليهم حتى شي حاجه الا جاو. والديا بالحق ما وافقوش وما قبلوش، قالوا لي بنتي ها السخط ها الرضا. بقيت عليهم حتى قنعتهم، غير يجيو تكملوا معايا في هذا الشيء اللي غنقول لكم. قلت لهم ما تخسروش ليا خاطري، هذا الشيء اللي داز عليه هاد السنين راه ما قليلش. الا بغيتو ننسى داك الشيء وننسى شنو داز عليه هاد السنين اللي قبل، خصكم تعاونوني ونرد لهم الدقه بكثر. قالوا لي اشنو مطلوب منا، اشنو غنديروا حنا؟ قلت لهم شوفوا نتوما غديروا موافقين على هذا الزواج وما بقاش فيكم الحل نهائيا من ناحيه داكشي اللي وقع. صافي اتفقت مع والديا، جاو كبرنا بيهم وحطينا ليهم داكشي من داكشي رفيع، داكشي كلاس. اجيو تشوفوا مو هنا غير حله فمها، وديك الطريقه باش كانت كتهضر معنا في ديك الدار القديمه فاش جات عندنا الاول خطباتني، لا علاقه بالطريقه باش كتهضر مع امي دابا. صافي داك النهار بقينا كنهضروا وتفاهموا ونديروا العرس، وراجلي قال لي فوقاش غنديروا العقد. قلت ليه دابا غنهضروا في هذا الموضوع انا وياك. صافي مشاو بحالهم، قلت لهم نهار نتفقوا على النهار ديال العقد غنقول لكم. درت معاه يجي عندي واحد النهار، يعني بلا نهار ديال الخطبه ولا شي نهار اخر، يجي غير بوحدو هو نهضروا انا وياه. جا وخرجنا واحد القهيوه انا وياه وجلسنا. قلت ليه شوف انا وياك ما غايش نديروا العقد دابا، قلت ليه حتى يفوت العرس عاد ندير العقد. قلت ليه على حقاش داكشي اللي وقع ليا الاول ما بقاش غنتيق فيك ونمشي ندير معاك العقد وندير العرس وطرا عاوتاني شي حاجه. قال لي حنا دابا الدراري الصغار، هي حنا دابا كنلعبوا هنايا. قلت ليه شوف هاد الهضره اللي كاينه بغيتيها مرحبا، ما بغيتيهاش راه ما درنا في الطاجين ما يتحق. السيد شافني مصره على الهضره ديالي قال لي صافي واخا. قال لي جاتني هاد الهضره غريبه. قلت ليه الناس اللي كنعرف دابا اهم حاجه عندي، وقلت ليه راه عندي الشروط. قال لي ما هي؟ قلت ليه شوف غادي تكري لي احسن قاعه في المدينه فين ساكنين حنا دابا، وغدير لي احسن نقافه في هاد المدينه، وغدير لي احسن تريتور. قلت ليه بغيت يكون احسن عرس. الناس اللي هضروا عليا بالخايب في العرس الاول بغيتهم يهضروا عليا بالزوين في هذا العرس. بقى كيشوف فيا. قلت ليه شوف دابا راه ما كاين حتى مشكل، الا ما موافق راه ما بينه وبينك حتى حاجه. قال لي صافي على خاطرك اللي بغيتي. قلت ليه شوف بغيت ضروري 2 المليون في الصداق. قلت ليه حيت بغيت انا نتقاد ونتصايب، وضروري راه من بعد غادي نتعاون انا وياك. غناك الله بخدمتي وحتى انت راه ما مخصوص. وبقى السيد مصدوم واحد شويه وهو يقول لي صافي الله يجعل كلشي مبارك مسعود. داز تقريبا شهر وسولات امو على النهار ديال العقد. هو قال ليها راه درنا العقد، ولكن حنا في الحقيقه ما درنا لا عقد لا والو. الحقيقه هو اللي قال لي هاد الهضره، وجا عندنا المدينه ديالي غير بوحدو ومشينا للقاعه. اول حاجه شفناها ومشينا اغلى قاعه في المدينه ديالي ودفع فيها الفلوس كامله. قلت ليه انا خصك تخلص كلشي. علاش؟ شكون؟ قال لي انا عاوتاني لا تهرب وتخلي لي كلشي على عنقي. وهو يخلص كلشي ومشينا عاوتاني عند التريتور وهو خلصناه. والمهم السيد حط الزبابل ديال الفلوس. عرفتو انا راه مشيت ليه اغلى مكان في المدينه ديالي، واخا جاتو قاصحه. قلت ليه شوف ضروري دير لي هذا الشيء في عرسي باش تعوضني على داك الشيء اللي درتي ليا من قبل. صافي السيد فاش سالا مشى لدارو حتى انا مشيت لداري. جلست مرتاحه ما عمرت راسي لا بعرس لا بحتى حاجه. كل ساعه كيصوني عليا كيقول لي درنا هادي، مشيت مع الوالده خيطات تشكيطه، دفعت في هادي، شرات هادي، مشات عند الكوافوره،
تقاد ليها تصايب ليها، قلت لها بصحتكم وراحتكم تستاهلوا كل الخير. والمهم فاش بقات للعرس يومين عيط عليا قال لي واش درتي مع النقاش، قلت ليه راه عيطت عليها، راه قلت ليه درت معاها راه كلشي بخير وعلى خير. مشيت انا جمعت بالزي، هزيت امي وهزيت با وهزيت حتى خوتي، مشينا هبطنا واحد المدينه ندوزو فيها الصيف. ما كنتش انا ديك الساعه كنهضر معاها في الفيديو، كندير السبه كنقول ليه ما خاصكش تشوف العروسه قبل من العرس، راه ما مزيانش. انا كانت عندي النمره ديال النقافه باش ما يضيعش لا التريتور لا النقافه لا حتى واحد، عيطت عليها. النقافه ما مكلفش بها هو، حيت النقافه انا اللي مختص بها وهي اللي مختصه بيا وداكشي بيناتنا. هو كان مكلف بالتريتور والقاعه خلصهم كاملين هادو. عيطت عليها قلت لها شوفي يا اختي، انا ما بغيتش ندير ديك الدخله من فم الباب، انا راه كرينا واحد القاعه فيها داك البيت في الوسط، انا بغيت ديك البيت نبدل فيه، انا ما بغيتش ندير ديك الدخله على برا. كاينه واحد القاعه اللي هي كبيره كيكون فيها الفوق والتحت، وكتكون فيها ديك البيت الفوقانيه كتبدل فيها العروسه، كدير فيها المكياج وكتبدل فيها، عاد كتهبط عند الناس. قلت لها انا صافي غادي نجي للقاعه تما غتلبسيني وغادي تماكي ليا وكلشي وغنهبط عند الناس، يعني غنجي انا قبل من الناس، انت غتوجديني بما يجيو الناس ونهبط عندهم. قالت لي صافي، قالت لي واخا، قالت لي انت اللي عارفه شنو بغيتي صافي. حيت انا ما بغيتش نخرج ليها على الكتبه، حيت هو كيقول لي نهار الحنه تبقاي تصيفطي لي التصاور. قلت ليه لا، راه فعال خايب، ما مزيانش تشوف العروسه قبل من العرس. قلت ليه شتي شنو وقع لينا في العرس الاول. تصوروا معايا داك النهار ديال الحنه، كنهضر معاه وكنطلق الفيديو فيه داكشي ديال الحنه وديال العروسه والزغاريت باش يزيد يثق فيا مزيان. حتى جا النهار ديال العرس كيقول لي واش وجدتي واش ديتي واش كلشي هو هذاك، ومبينه ليه انا زعما فيا ستريس ومخلوعه. اما انا راه كنتبرع مع امي وبا في المدينه اخرى. ايوا السيد قال لي هاني في الطريق جاي انا والعائله. قلت ليه واش جايين نتوما بزاف زعما العائله، واش بزاف جايبين بزاف د العائله؟ قال لي ضروري راه القاعه كبيره بزاف والطريتو راه حاطين فيه دوم جفنه. قال لي كلشي واجد وكلشي مقد ماشي مشكل غادي تجي العائله كلها. قلت ليها الله يا ودي علاش انا قلت لك شي حاجه مرحبا بهم، انا من طبيعه الحال انا ما عرضت على حتى شي واحد من عائلتي. جاو وصلوا القاعه قال لي فينك راه حتى شي واحد من عائلتك ما كاين. عرفت اخوتي فاش عرفت جا القاعه ودخل وما لقى حتى شي واحد وجاب صحابه وجاب اخواتاته وجاب العائله وجات ديك امو حتى هي، وجاو مع غير الناس كلاص والناس اللي مقادين وشكون وشكون وتشكيت يا لاله. ايه يا لاله وراه داين المحاميه. شديت التليفون ديالي طفيتو وشديت ديال امي حتى هو طفيتو وطفيت حتى ديال الاب ديالي وهنيت الوقت وخليت الرويجل وامي يشربوا في نفس الكاس فاش شربوني، وعاد زيد الفلوس اللي ضيعوا. اما انا الحمد لله الناس الخير اللي داروا ليا كلشي، اما هو راه خسر الفلوس والفلوس صحيحه. والمهم درت بزاف بحال ما عمر شي حاجه خايبه وقعت ليا، وعلمتهم بنت الكسار راه عندها العقل وقادره تضربهم بديك الضربه اللي قوى من الضربه اللي ضربوني بها، وما عمرهم ينساوها في حياتهم كامله. واحد المده قليله جا عندي قال لي علاش درتي هكا. قلت لي علاش بالسلامه مازال ما عرفتي علاش درت معاك هكا. قلت لي عرفتي با امي قالوا لي هذاك ماشي من طوبتك، انت دابا خصك تاخدي شي واحد اللي من المستوى ديالك، وهذاك السيد ماشي من المستوى ديالك، اللي يجي معاك واللي يجي مع المستوى ديالك وتزوجي بشي واحد اللي لاباس عليه. قلت ليه والديا هادوك ما جاش نمشي نخسر ليهم ونصدق انا مسخوطه. السيد بقى مصدوم وبقى غير كيشوف فيا. قلت ليه شوف راه حتى لدابا مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، وكل واحد الله يعاونه. ومشيت وخليته غير مصدوم. وكانت هذه هي قصتي وحكايتي. البنات نوصيكم وصيه ديوها في قرايتكم، راه هي اللي غدير لكم القيمه. قرايه كيف ما كانت ولا الوظيفه كيف ما كانت خصك تقراي وتكوني واعيه باش تكون عندك واحد المرتبه عند الناس وتكوني كبيره في عين الناس، يعني ماشي بحال واحد الانسانه ما قارياش. وكاين واحد الفرق اللي هو كبير، الانسانه قاريه والانسانه ما قارياش، خصوصا في هذا الزمان اللي حنا حاليا فيه.